أميرة أديب، أهلي ما كانوش عايزيني أدخل التمثيل، وإني مستقلة من صغري خلاني أعتمد على نفسي. تعالوا نعرف التفاصيل. أميرة أديب في لقائها مع صاحبة السعادة قالت: أهلي ما كانوش عايزيني أدخل التمثيل، ولما قلت لأ ماما قالت لي شوفي مين هيدفع الجامعة، فرحت أخدت منحة في جامعة برا مصر. وكملت أميرة أديب كلامها خلال ظهورها مع إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة وقالت: أهلي علموني من وأنا صغيرة الاعتماد على نفسي. أول مرة سافرت لوحدي كان عندي 12 سنة، مش عارفة لحد دلوقتي إزاي عملت ده. أهلي كانوا دايما بيقولوا لي إنك هتدرسي بره فهاتي درجات كويسة، دي كانت حاجة أنا متأكدة إنها هتحصل، وكنت عارفة إني هتكيف مع أي مكان هروح. وكملت وحكت عن سفرها وقالت: لما رحت أمريكا فرشت البيت بنفسي وعشت مع 8 أفراد في شقة واحدة، وما حسيتش إن ده غريب عليا خالص. أهلي كانوا دايما بيأكدوا لي إن أول ما أطلع بطاقة هبدأ أشتغل، وده معناه إن لو عايزة أي حاجة زيادة عن الأساسيات يبقى لازم أصرف عليها من جيبي. علشان كده بدأت أشتغل وأنا صغيرة، علمت جمباز ورقص للأطفال في الحضانة عشان أقدر أوفر فلوس وأحقق حلمي في السفر. وقالت كمان أميرة: أمي كانت دايما بتعودني أبقى مستقلة، لو عايزة موبايل جديد أو جيتار أو أي حاجة مش أساسية كان لازم أجيبها لنفسي. والناس من بره فاكرين إن أهلي بيدوني فلوس كتير وإن أي حاجة أطلبها بتيجي على طول، لكن الحقيقة مش كده. أنا مش شايفة إن ده عيب، بالعكس الناس بتحسسني كأن وجود دعم من أهلي حاجة وحشة. قولوا لنا إيه رأيكم في تمثيل أميرة أديب؟